عسلامة، رجعت لكم فيديو جديد. وفيديو اليوم باش يكون مناسب برشا جماعة البكالوريا، وممكن حتى باش فرح جماعة البكالوريا. تكون كيفكم ملخص للدرس الحرب العالمية الأولى من المحور الأول العالم المعاصر من سنة 1914 لسنة 1945. ففي الفيديو هذا تحديدا باش نعطيكم الزبدة أما في شكل قصة. دونك بالطريقة هذه باش نجموا تستوعبوا أسهل الأحداث، تنجموا تشدوها أكثر في مخاخكم. كي نحكي لكم يعني التاريخ أو الدرس كعبارة قصة أما أو ميم طون في نطاق درس، تنجموا تفهموا بالكدا. والأهم باش نقسم لكم الفيديو أو الدرس لزوز فيديوهات باش نحكي لكم على أسباب الحرب العالمية الأولى، الأسباب المباشرة والأسباب الغير مباشرة. ونجم نقولوا على الأسباب المباشرة أسباب قريبة، ونجم نقولوا على الأسباب الغير مباشرة أسباب بعيدة. دونك نحبكم تركزوا بالكدا، والأهم تعيشوا القصة كأنكم في وسطها. أوكي، بطبيعة الحال إن نبدأ فيديوهاتي ديما بالانترو، فخلينا نحطوا الانترو. باهي، أول حاجة نحب نقولكم على التقسيم اللي باش نعملوه. هو فما زوز عناصر في الدرس كامل، اللي هو أسباب الحرب العالمية الأولى، وذي العنصر الأول، والعنصر الثاني هو نتائج الحرب العالمية الأولى. باهي، وفي الفيديو هذا باش نعملكم الأسباب. وفي الأسباب عنا في العنصر الأول متاع أسباب الحرب العالمية الأولى الأسباب المباشرة اللي هي القريبة، والأسباب الغير مباشرة اللي هي الأسباب البعيدة. باش نبداو بالبعيدة ومن بعد بالقريبة. وفي الأسباب البعيدة فما عدة نقاط، وفي الأسباب القريبة عنا زاد عدة نقاط. باهي، وكل نقطة باش نكتبها لكم بطبيعة الحال في المونتاج، وباش نفسرها لكم بالفلاقي. اوكي. باهي، أول حاجة الحرب العالمية. لحظة، نسيت باش نحط حاجة مهمة على الآخر باش ندخلوا في صلب الموضوع. أهبوا رواحنا حاضرين. الحرب العالمية الأولى بدأت سنة 1914 ودامت مدة 4 سنوات، وبدأت في الصيف، فصل الصيف بدأت. دونك الحرب هذه بدأت نتيجة احتداد تنافس وصراع بين القوى الإمبريالية الأوروبية، اللي هما شكون القوى هذوما؟ القوى التقليدية اللي هي فرنسا وإنجلترا، والقوى الصاعدة واللي هي إيطاليا وألمانيا. هوني مناح قشطة يا عسل، باش نطرح السؤال ونقولوا ما هي أسباب الحرب العالمية الأولى وما هي نتائجها. باش نبداو في الفيديو ذي بالأسباب أكاهو. الحرب العالمية الأولى بدأت سنة 1914 ودامت 4 سنوات، وصارت في فصل الصيف. أوكي. علاش بدأت هالحرب هذه الكل؟ على خاطر القوى الإمبريالية الأوروبية كانت تتنافس بينات بعضها. عنا هون قوة تقليدية وعنا هون قوة صاعدة. القوة التقليدية هي فرنسا وإنجلترا، والقوة الصاعدة هي ألمانيا وإيطاليا. هوني مريقل على الأخر جونا باهي باش نطرحوا سؤال، واللي هو ما هي أسباب الحرب العالمية الأولى وما هي نتائجها؟ لكن نحن باش نحكيو على الأسباب كهو، النتائج نخليوها في الفيديو الجاي. باش نبداو نحكيو على الأسباب البعيدة للحرب العالمية الأولى، واللي هي الأسباب الغير مباشرة، يعني الأسباب اللي من بعيد لبعيد، كيف ما نقولوا نحن من بعيد لبعيد بديت هكا تسبب شوية في بداية أو اندلاع الحرب. يعني كيف ما نقولوا الشعرة التي قسمت ظهر البعير، هذه. هوني في الأسباب الغير مباشرة عنا أول نقطة، واللي هي باش نسميوها ألف، احتداد التنافس الاستعماري. أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر كانت تعيش ازدهار اقتصادي كبير للغاية، يعني من الأخر كانت غنية على الأخر وجوها باهي. يعني حرفيا العالم الكل يشكي من الفقر، كان أوروبا جوها باهي. فهوني ايش صار؟
هوني كي هي ولات غنية على الآخر، يعني عندها اكتفاء في المواد، شعبها عايش لاباس، كل شيء قشطة على عسل. هوني شنية صار؟ أوروبا ولات تعاني من أزمة، والأزمة هذية سميت بالكساد الكبير. No God please no no no. واللي هي صعوبة ترويج منتوجاتها، ولات تعاني، ما عادش تنجم انها تروج المنتوجاتها على خاطر الاسواق بتاعها ولات مكتفية، يعني مكتفية. Oh my God. وكانت زادة تعاني من تراكم في الفوائد، عندها برشا فلوس، الدولة غنية، الخزائن متاعها ممتلئة بالأموال. فهوني الحل كان إنها تبحث على أسواق جديدة خارج حدودها، خارج قارتها، خارج أوروبا يعني. Wait for it. Here it comes. إضافة إلى أنها تلوج على أسواق باش تروج المنتوجاتها، زادة بدأت تلوج على مجالات للاستثمارات ومصادر للمواد الأولية، باش الفوائد اللي عندها كتراكم الفوائد، الفلوس ذوكما اللي عندها الكل تمشي تصرفهم وتستثمرهم في حاجات أخرى وفي بلدان أخرى خارج أوروبا. فهوني شكون اللي سمع حسب رايك؟ القوى التقليدية والقوى الصاعدة. يعني القوى الصاعدة جات عرفت انه القوى التقليدية جوها مريقل وقاعدة تلوج لك على أسواق ومجالات استثمارات ودنيا معلم. قالوا انتي وين ماشي؟ دربوك العالم، ما هو العالم ملكي وملكك وملك الناس الكل. مجالات استثمار يقصد بها البلدان، يعني مثلا تجي قوة عظمى، مثلا فرنسا محتلة تونس، نحن نعتبره مجال استثمار للعالم وحتى لفرنسا ومصدر للمواد الأولية. فهوني القوى الصاعدة والقوى التقليدية ما عجبهاش الشيء، وقررت انها تعمل إعادة تقسيم للعالم. فهوني شنية عملوا؟ اعتمدوا سياسة التنازلات والترضيات. انتي باش ترضى عليا نعطيك اللي تحب عليه، اما زادة باش انا نرضى عليك انتي تعطيني اللي انا نحب عليه. اوكي. ولكن توتر العلاقات الدولية وتضارب المصالح بيناتهم، يعني ما تفهموش، فما بلدان ما تفهموش بينات بعضها، أدى إلى أنهم يدخلوا إلى أحلاف، يعني يبدأوا كل يحاولوا يلقاو حل وفي الآخر يعني ما قاوش حل بيناتهم، وزادت تتوترت أكثر العلاقات بيناتهم. باش نعطيكم أمثلة على التنافسات اللي صارت بين القوى الصاعدة والقوى التقليدية. مثال، عنا التنافس الإنجليزي الفرنسي في إفريقيا، عرف بأزمة فاشودة بالسودان سنة 1898. وعنا زادة التنافس الألماني الفرنسي حول المغرب، وعرفت بأزمة طنجة حدثت سنة 1907. هوني باش نمشيو للنقطة اللي بعدها واللي هي سياسة الأحلاف العسكرية. في أواخر القرن 19 بداية القرن 20 تكونت الأحلاف تدريجيا، والأحلاف هذوما تكونوا من زوز حلفين رئيسيين، واللي هو الحلف الثلاثي والوفاق الثلاثي. الحلف الثلاثي كان متكون من الإمبراطورية الألمانية، الإمبراطورية النمساوية المجرية وإيطاليا، بينما الوفاق الثلاثي كان متكون من المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا، الإمبراطورية الروسية. يعني هذوما هما الأحلاف متكونين من زوز، الوفاق والحلف الثلاثي. تو بما أنه نبدأ يسخن وبدأت الدهون قاعدة تذوب، اتجهوا للنقطة الثالثة واللي هي جيم، السباق نحو التسلح. سياسة الأحلاف أدت أنه هذوما يعني الأحلاف الوفاق والحلف الثلاثي انهم يتسابقوا نحو التسلح، وانهم يدعموا ميزانيات الدفاع شكونهم هذوما؟ هما كل ما يخص أجهزة الحرب وأجهزة الأمن يعني بشكل عام. فاش عملوا؟ قاموا بترفيع عدد الجنود، وقاموا بتمديد عدد سنوات الخدمة العسكرية، إضافة إلى أنهم قاموا ببناء أساطيل بحرية وجوية وبرية. ولعت وصلنا نحن توا لثانيا عربي. كيف ما قلت لكم الأسباب القريبة، والأسباب القريبة فيها تأجيج الشعور القومي.
تأجيج الشعور القومي. شفتوا أوروبا الوسطى؟ هذه أوروبا الوسطى وهذه منطقة البلقان. الزوز مثلوا موطن توتر بسبب تعدد القوميات اللي تسكن فيها، إضافة إلى أنه كانت فما صراعات بين الدول الكبرى حولها. ومثال على الحروب اللي صارت حول منطقة البلقان وأوروبا الوسطى كانت الحرب الروسية النمساوية التي أدت إلى اندلاع الحروب البلقانية سنة 1913. وتوا نحن وصلنا للنقطة ب في الأسباب المباشرة، واللي هي حادثة سراييغو اللي حدثت في 28 جوان 1914، واللي تم فيها اغتيال ولي عهد النمسا فرينيديود تو نكتب لكم اسمه، الفايدة اني نعرف لقبه فرانسوا. دونك هذه فرانسوا تم اغتياله من قبل طالب بوسني، إنا لله وإنا إليه راجعون. فشنيا صار هوني؟ النمسا اتهمت صربيا وحملتها مسؤولية اغتياله، لأنه هو هذا فرانسوا مات في صربيا، تم اغتياله في صربيا وقت اللي كان في زيارة لمصالح سياسية، فهمتوا؟ بعد ما اتهمت النمسا صربيا، هوني أعلنت النمسا الحرب على صربيا. بطبيعة الحال مش هكيكا باش تدخل الحرب النمسا ضد صربيا وحدها. شفت النمسا هي حليفة ألمانيا، كنت تذكروا الحلف الثلاثي فيه الإمبراطورية الألمانية وفيه إيطاليا وفيه الإمبراطورية النمساوية المجرية. يعني النمسا استندت على ألمانيا باش تدخل في حرب مع صربيا باش تنتقم من الاغتيال يعني ولي العهد متاعها فرانسوا، وصربيا باش تستند على حليفتها روسيا. وبالطريقة هذه الحرب باش تكون بين النمسا وحليفتها إيطاليا ضد صربيا وحليفتها روسيا. وهوني نجم نقولوا تحركت الأحلاف واندلعت الحرب العالمية الأولى. هوني وصلنا لنهاية الجزء الأول من أسباب الحرب العالمية الأولى، والجزء الثاني باش يكون نتائج الحرب العالمية الأولى. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، أول مرة في حياتي نعمل فيديو كيف من ذا، وبصراحة أنا فرحانة فخورة للغاية، لأنه قاعدة نعمل في حاجات جديدة في القناة، قاعدة ننوع، قاعدة نحاول نحسن في المحتوى، وأممتون نطور من روحي ونطور من القناة يعني بشوية. ما تنسوش بطبيعة الحال تحطوا لي لايك وسبسكرايب، وكنت تحبوا تحطوا يعني كومنت. ليه السبسكرايب لازم سامحوني، واللايك لازم باش ينتشر لاخواتكم يعني البكالوريا. اوكي دونك اعمل لايك باش ينتشر الفيديو الاكثر شريحه ممكنه من العباد، ونجموا تلامذه البكالوريا زاده يراجعوا ويفهموا كيفكم. وختاما اكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وباذن الله باش نحاول نقدر لكم الدروس الكل. وحاليا يعني بلي خلينا نحي اليونيت، والله وترت لي اعصابي. ذي مش لونيتي، راه لحظه، ذي مش لونيتي، لونيت الوالده تسلفتها سلفه رجعها بركه. حبيت شو يعني مجهود قاعده نبذل في مجهود، ليزي قاعده هكا نحب نحطكم في وضعيه واجواء التاريخ ونفسر لكم بالفلاقي وكذا. يعني بليز يعني احترموا مجهوداتي وكمل. عطيتكم من وقتي وعطيتكم من مجهودي، وفي نفس الوقت عطيتكم من معلومات اللي في مخي، وعطيتكم سرد رائع للقصة. بالله ما تقصروش في انكم تشجعوا القناة باش تكبر بشوية. وان شاء الله يعني منش اقصر معاكم. ذي سلسلة باش نعملها للبكالوريا، ان شاء الله ناجحين باذن الله الناس الكل. ونحب نقول فري بالستاين. أراكم في الجزء الثاني من نتائج الحرب العالمية الأولى.